النهارده هعمل لكم عجة بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة، وبما اننا احنا بقى في اواخر الشهر عايزين نعمله حاجة كده سهلة وبسيطة كده ومش مكلفة علينا، وكمان طعمها حلو واقتصادية، وكمان طعمها لذيذ قوي. اول حاجة هجيب طاسة احطها على النار، وهنزل فيهم بمعلقتين زيت، وهنزل عليهم ببصلتين مقطعين مكعبات، وفصين توم كده مخرطاهم، وهبدأ اشوحهم لغاية لما تدبل معايا. هجيب 5 طماطمات هقطعها برضو مكعبات، وهبدأ كده هشوحها كده مع بعضيها، وهنزل عليهم بالبهارات: كمون، كزبرة، شطة، واحدة مرقة دجاج، ومع رشة ملح صغيرة عشان المرقة طبعا انتوا عارفين بتبقى مالحة، وهنزل عليهم بزعتر. هبدأ بقى اسيبها على النار تتسبك معايا، وهطفي النار واسيبها ترتاح معايا شوية. اما حاجة تهدى هكون جايبة بولة نازلة فيها ب5 بيضات، كوباية لبن، وهقلبهم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين كده، لغاية لما اتأكد ان اللبن والبيض دابوا تماما. هبدأ انزل عليهم ب3 معالق دقيق كده كبار، وهقلبهم برضو لغاية لما الدقيق يختفي معايا جوه الخليط، البيض واللبن. هبدأ تكون الخلطة معايا هدت من السخونية بتاعتها عشان البيض. هبدأ انزل عليهم كده زي ما انت شايفة، وهقلبهم برضو تقليبة كده حلوة. وبعد كده هكون محضرة بقى معايا فلفل رومي كده مقطعاه، فلفل بارد، فلفل حار زي ما تحبي. وهبدأ انزل كده بكل حزمة بقدونس، حزمة كزبرة، حزمة شبت. طبعا انا طبعا كنت حاطة عندي في الفريزر كده بتنفعني كده في وقت الازمات، بطلعها على طول واشتغل. طبعا هحط بقى كوباية سمنة كده صغيرة او نص كوباية على حسب ما تحبي. هدهن الصينية زي ما بصي زي ما بتعملي في الكيكة بالظبط، تدهني الصينية تماما كأنك بتتعاملي معاملة الكيك. وهبدأ انزل عليها، طبعا الفرن هتكون سخنة معايا، وهنزل كده بالخليط. وهبدأ كده هضرب كده الخليط كده على الرخامة كده، هخبطه كده خبطتين عشان يستوي معايا. وهدخله الفرن، طبعا فرن سخن. وهتطلع معايا، بصوا بقى الجمال وهي بتشكشك كده في الفرن، جميلة جدا. طلعت معايا وسبتها تبرد، وهقطعها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها، طبعا بتاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كمان طعمها عايزة اقولك بقى يعني بجد حاجة كده جميلة جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك الطريقة. لايك وشير للطريقة والوصفة عشان توصل للناس كلها. باي باي.